وبما ان فتره الاجازه بدات، ففي شويه حاجات لازم تكون بتعملها الايام دي علشان تكون سابق بخطوه، بالذات لو انت سنه رابعه. ركز معايا في الكلمتين دول عشان مهمين. عمر احمد بيقول لك ايه؟ اول حاجه تشوف الوظيفه اللي انت نفسك تشتغلها بعد الكليه، تقعد كده قاعده مع نفسك ورقه بيضاء وتحدد انت نفسك تشتغل ايه بالنسبه بقى لمجال دراستك، او لو هتشفت كارير. الخطوه دي هتخليك سابق عن ناس كتيره والله بجد. هتكتب كده الوظيفه اللي انت عايز تشتغل فيها قدامك، وتفضل بقى تبحث الفتره دي عن ايه المهارات اللي يخليني اشتغل الشغلانه دي، ليه هم يوظفوني. الاتش ار بيسال اسئله ايه المهارات اللي المفروض اكون واخدها، انجلش، اي سي دي ال، اي سي 3، تي او تي، ايا يكن. بتبقى حاطط كده قدامك كل حاجه زي خريطه ذهنيه كده علشان تبقى عارف انت هتعمل ايه. فكره ان انت تكون مجهز الحاجات اللي انت عايز تعملها هيوفر عليك وقت كبير والله. فانا هبدا اخد الكورس ده في الوقت ده، بتبقى حاطط جدول زمني قدامك. دي اول نقطه ومهمه جدا. تاني حاجه، تعمل اكونت لينكد ان وتحط عليه كل الشهادات وكل الكورسات اللي انت واخدها من دلوقتي علشان ما تتوهش. تعمل سي في لنفسك محترم، تبدا بقى تبحث عن حد بيعمل سي في على نظام الاي تي اس، ولو انت محتاج ده تواصل معايا عشان هقول لك مين اللي بيعرف يعمل الكلام ده كويس ويقيسه لك نسبته كام في المية، علشان الاتش ار حاليا بيفلتر اي سي في بالنظام ده، فتاخد بالك من النقطه دي كويس. تتصور صوره ليك ببدله جميله كده والخلفيه بتاعتها هتكون بيضه، عشان دي هتبقى الواجهه بتاعتك في كل الاكونتات على السوشيال ميديا، بالاخص لينكد ان اللي انت هتعمله. خد بالك انت سمعت كل الكلام الجميل ده ولسه ما عملتش فولو، ها؟ اهم حاجه تبدا فيها برضو دلوقتي وهي اللغه، وطبعا عملت لك فيديو شامل كامل تتعلم لغه ايه، حتى لو مش انجلش اي لغه. اكتب لي تحت في الكومنتات وهبعت لك لينك الفيديو عادي. كل حاجه ببساطه هنا، انا ببسط لك كل حاجه ما تقلقش. حاول تدخل كل حاجه في اللي جاي ذكاء اصطناعي اي هيوفر عليك مجال دراستك، شغلك، حياتك عموما. فتتعلم بقى الحاجات اللي انت هتحتاجها. عايز مثلا كتبت محاضرات بشكل زي ده كده، عايز ان انا انقلها بشكل تكست او ان انا اعملها في وورد او باوربوينت، ادوات ذكاء اصطناعي بتساعدك في ده. ازاي في محاضره انا كاتبها كده اخلي في شخص يشرحها لي زي ما انا واقف كده وبكلمك، فتدخل ده كجزء اساسي من حياتك كل يوم، تعرف معلومه وتتابع كل الناس اللي بتعمل فيديوهات تخص الاي اي، من ضمنهم عمر احمد. حاول تحوش اي مبلغ وانت في فترة الكلية، صدقني دي خطوة هتخليك سابق كتير. بعد الكلية هتحتاج فلوس ياما عشان تتحرك، دي الفترة اللي تقدر تعمل فيها فلوس او توفر جزء من اللي انت بتاخده. تدخل كل الجروبات الخاصة بمجالك من دلوقتي، سواء فيس، تليجرام، ايا يكن، تكون داخل فيها من دلوقتي وتتابع كل الحاجات الجديدة اللي بتنزل كل يوم علشان تبقى فاهم الدنيا ماشية على ايه. ما تبقاش طالع عايز تعمل حاجات كتير وتايه بعد ما تتخرج، بالذات لو انت سنة رابعة. بس كده يا سيدي، شوية نصايح كده بسيطة في الفترة دي حاول تعملها، حاول تنفذ كل ده وابوس دماغك. اكتب، هات نوتة زي ما قلنا واكتب عشان ما تنساش، حتى نوتة التليفون بقى، نوتة ورق، ايا يكن، بس الكتابة بتريح ده. واكتب لي الكلية بتاعتك في الكومنتات، وان شاء الله خلاص جهزنا اغلب الكليات الكورسات المهمه ليها ايه، وتاخدها في فتره الاجازه بتاعتك عموما. كل يوم معلومه في حياتك العلميه والعمليه، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.